سمعيني مزيان، نقول لك واحد الحاجه اختي. في هذا الوقت ديري اللي بغيتي، دير اللي بغيتي حتى السلام عليكم. القصه ما فيها سيادي هو ان العيب والحشومه اللي كانت مستوره مخبيه شحال هذه ما بين الناس المجتمعات ديالنا المغربيه، هم كانوش كيقدوا حتى يدويو عليها ولا يتكلموا، ولا مشاو حتى يتكلموا غير بشويه وعند داك الحيوط يسمعوا. دابا صبح هادشي بالعلالي والطيطاي، واللي خطر لك على بالك وعارف بان غادي يجيب لك الفلوس ما عليك الا تحط الكاميرا قدامك ودير ما عليك. ها انتما، ها هي خدمه سهله ماهله مرسمه وبالوراق، ما عليك الا تبقى تبكي وتشكي، والناس اللي غادي تصدقك اللي قلوبهم هشه وضعيفه وكيصدقوا اي حاجه سمعوها ولا شافوها. كلشي بين واضح، راه عاول الناس شويه الله يرحم لكم الوالد، ما دله راه كاين الخطر والله يتعندهم الديور. شي حتى دابا اي حاجه كتزاد علينا كنوريوها لكم. والله يتعندهم الديور. طوموبيل درناها ياك وريناها. واخا صباغه مائيه بنيتي، تشوفوا بنيتي. شكرا اختي غيثه. اسيره بنتي، شكرا. ناديه الله يحفظك يا ناديه الله يجزيك. بلادنا راها زوينه وعندها التاريخ، ما نجيوش حتى لدابا ونهدموا لها القيم ديالها والمبادئ ديالها بهاد التفاهه اللي كاينه واللي انتشرت بحال شي فيروس. والنهي عن المنكر راه ملزوم علينا، اللي نديرو يد في اليد ونحاربوا هاد التفاهه ولو بقلوبنا. يشن المغرب حملة واسعة على التافهين الذين يفسدون أخلاق أولادنا وبناتنا بتصرفات لا أخلاقية، والحملة ستطال كل من سولت له نفسه المساس بمقدسات البلاد، وستكون العقوبات قاسية جدا.